السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي قوي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض احلى فطار على السطح كده. وفاجئتهم كده ان انا عملتهم فطار كده في البيت. وكمان فاجئتهم ان انا هطلعهم فوق على السطح. هما بقى يحبوا يطلعوا فوق على السطح ياكلوا فوق كل حاجة. فان شاء الله هعمل لهم احلى فطار. يلا شوفوا نعمل ايه مع بعض. اول حاجه كده انا معايا كده من نص كيلو فول بتاع ددميس كده. روح عند العطار قول انا عايزه نص كيلو فول حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها، ونقيه كده لو في اي حاجه. ومعايا هنا فول مدشوش من كل حاجه طمن كده. يعني ما عندكيش ميزان، يعني قد كف ايد كده. والعدس الاصفر برضو طمن، والعدس اللي هو بجبه طمن. يعني من كل حاجه طمن طمن طمن. والفول نص كيلو. انا بقى هنقع بقى الفول بتاعي لمدة 3 ساعات او 4 ساعات، اكتر من كده مش هينفع. انا الفول بنقعه 3 ساعات 4 ساعات بالكتير. لو نقعتين من بالليل للصبح هيجلد معاكي ومش هيستوي وهيطول معاكي في السوا. خلاص هو هيستوي بس هيقعد ممكن يومين كده على ما يستوي. وهيبقى ايه، مش هيبقى زي معاكي زبدة كده. خلاص انا قعدته كده 4 ساعات. هرجع بقى للطعمية بتاعتي. انا معايا كده ربع كيلو من الفول المدشوش. انا هنقع برضو الفول المدشوش من بالليل لحد الصبح. يعني الفول بتاع تدميس 4 ساعات او 3 ساعات، اما الفول المدشوش بتاع الطعمية من بالليل للصبح. خلاص. خلاص انا بقى هعمل الفول. هسويه طول الليل والصبح بقى ايه، هنعمل الطعمية نفرمه مع بعض. انا سبت الفول كده منقوع لحد بالليل. وبعد كده بقى ايه، انا مسكت الفول بتاعي اهوت. احطه كده في الدماسة بتاعتي. اهم حاجة يكون انتي مولعة على مية كده بتغلي. ما تنفعش تحطي كده ايه مية من حنفية او مية عادية كده. لا دافية، لا لا، لازم مية بتغلي. يعني كنت ماسكة حلة مية كبيرة كده على النار بتغلي، علشان ايه نحط فيها المية الايه مع العدس والفول بتاعنا كده. عشان كمان ننجز كمان في الوقت ايه السوا بتاعه. عشان ما يجلدش منك. اهم حاجه الحركه دي لازم ميه سخنه يا جماعه. تحطي كده ميه بتغلي كده وتكملها للاخر. انا هعبيها وارجع لكم. خلاص كده انا بعد ما عبيتها كده لازم تمليها للاخر كده وتغطيها، وفي الوقت ده تعلي النار. علي النار على الاخر. انا الفول كده ايه عاملاه من ايه طول الليل. يعني انا عملت الفول من بالليل وسايباه طول الليل يستوي مع نفسه، عشان ايه الصبح لما اجي اعمل الطعميه ونفطر وكده ايه يبقى الفول معانا جاهز. انت كده كده هتعمليه وتسيبيه طول الليل مع نفسه. انا هداني كده اقلب فيه، لو في اي ريم اي حاجه شيليه من على الوش زي كده، لمي اي ريم كده بالكبشه كده وارميه. انا كده النار طفت مني اهيت عشان كانت النار عاليه. فبعد كده هولع كده النار وهوطي خالص زي اكني بتعملي القهوه كده. نار وسط خالص، شفت اكني بتعملي الرز كده بتوطيه زيه كده بالظبط. وتسيبيه بقى وتغطيه وتفتحيش عليه مدة 4 ساعات 4 ساعات 3 ساعات. تفتحي ايه وتقلبي تقليبه وتقفلي عليه. ونسيه بقى طول الليل. ولو دخلت يعني ايه لو قمت من النوم بصيتي عليه خشي نامي تاني. خلاص لو حتى نقص منك مية زوديه مية سخنة، مية بتغلي برضو. خلاص كده ده هوت. الصبح كده وبعدين جبت ايه بقى الفول بتاعنا هوت. صفيته كده من المية. وما خدتش البصل ده كله ولا الكرات ولا الخضر دي كلها من كل حاجة. نص ربطة كده على الربع كيلو. انا بقى هفرمهم. انا عاملة فيديو عن الطعمية، اتفرجوا عليه. وعاملة فيديو برضو للفول اتفرجوا عليه برضو. ومعايا هنا معلقة كمون وكزبرة ومعلقة ملح. انا مش هحط الملح والحاجات دي دلوقتي خالص بعد ما نفرم الطعمية. جربوها يا جماعة والله العظيم تحفة تحفة. يعني حبة دولت كلفوني 10 جنيه. عملوا لي كمية طعمية كتير قوي. خلاص انا بقى هطحنهم كده في المطحنة. لو عايزين تتفرجوا على الفيديو بتاع الطعمية خشوا شوفوها. انا عاملة حلقة كاملة للطعمية وحلقة كاملة برضو للفول. وهحط كده ايه معلقة توم وهفرمهم مع بعض. عشان تعرفوا ازاي عملنا الطعمية اتفرجوا على الفيديو كامل انا عاملاه. انا هحطهم كده في قلب الكبة
واحده واحده كده على المطحنه بتاعتك عشان متتحرقش معاكي، وان شاء الله تعملي احلى طعميه في البيت، وان شاء الله هتعجبك. دلوقتي انا بروح اشتري الطعميه قد كده صغيره خالص وبجنيه، يعني صغيره قد كده اهو بجنيه. ليه بقى؟ طب ليه؟ انا جبت اهو حاجات اهو ما يكملش 10 جنيه، 9 جنيه بالكتير، عملوا لي كميه طعميه. انا لو كنت اشتريت الطعميه دي من بره ولا 50 60 جنيه والله العظيم. لا وبالعكس انا عامله الطعميه كبيره، لان انا بشتريها دلوقتي يعني صغروها خالص بقت بجنيه. والله العظيم يعني ب5 جنيه الطعميه، والله ما بيكفي عيل. طب على ايه؟ انا بقى قلت بقى انا مش هجيب اي حاجه تاني من بره، وانا هعملهم احلى طعميه في البيت، وفعلا طلعت تحفه تحفه تحفه. انا بقى هدني بقى اضرب كده في العجينه بتاعتي. خش شوفوا كده الطعمية عملناها ازاي وبطريقة ازاي، وطبعا احنا حاطين حاجات تانية واتفرجوا عليها. انا كده معايا معلقة سمسم ومعلقة كزبرة ناشفة. قبل ما نعمل بقى الطعمية حمصيها كده على النار في طاسة كده او في طبق، عشان نطلع منها الرطوبة، وكمان نديها تحميرة عشان السمسم ني. خلاص ادي الطعمية جهزت معايا. وبعد كده بقى ايه، الفول بتاعي خلاص خلص كده طول الليل، سايباه طول الليل زي ما انتوا شايفين كده. شفت الزبدة ازاي؟ تحفة يا جماعة، تحفة 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 تحفة. والله قدرة الفول دي كلها، يعني جبت الفول نص كيلو ب20 جنيه. لا يا ربي، نص كيلو الفول ب15 جنيه، الكيلو الفول ب30 جنيه، معلش. وبعد كده جبت من كل حاجة تمن 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 كده، يعني ما كلفنيش 20 جنيه، كل ده كله 20 جنيه فول. يعني جبت الحاجة دي كلها ب20 جنيه، عملوا لي قدرة فول. والله العظيم انا لو اشتريت الفول ده من بره، ولا قولي 150 200 جنيه، كيس الفول ب5 جنيه قد كده اهو، صغننة خالص. فانا عملت قدرة فول و4 اطباق دي كمان من قدرة الفول، يعني قدرة الفول مليانة. بعد كده بقى انا عملت كده بقى طبق بزيت الحار وزيت الزيتون وزيت العادي والطحينه. عملت كده 3 اطباق، ماشي، عشان عازمه كده اختي وعيالها وحماتي وسلايفي. فكلنا كده كنا قاعدين على السطح كده، كانت قاعده جميله والله العظيم يا جماعه. غيروا كده النفسيه بتاعتكم كده واطفالكم. انا دلوقتي عيالي بقى يموت في حاجه اسمها يقعدوا على السطح، كل حاجه اكله اعملنا يا ماما فوق، اعملنا اكل فوق نقعد على السطح. فخلاص كده انا كده الطعميه جهزت معايا، وادي العجينه اهي جهزت اهيت. هقليها بقى، اهم حاجه احط كده حبه سمسم كده وحبه كزبره على الوش كده، عشان تطلع زي بتاعت بره كده وطعمها تحفه. انا هقلي بقى ايه الطعميه اهو. شوف الطبق قد ايه، عمل لي كميه قد ايه، من ربع كيلو. يعني دول لو انا جبت العجينه دي من بره ولا 50 جنيه. لا انا عملت الكلام ده كله ب9 جنيه، 10 جنيه كتير يعني، وعملي كميه طعميه حلوه قوي. لا وكمان انت عاملاها في البيت وحاجه نظيفه. بتوع الطعمية بيحطوا ايه بقى؟ بيبلوا عيش اللي هو العيش الشامي ويحطوه في العجينة عشان يزيدوا معاهم في الطعمية. فصراحة لا ما تشتريش اي حاجة تانية من بره، من كل حاجة نعملها في البيت. وعملنا احلى طعمية واحلى فول. وان شاء الله انا عمري ما هشتري اي حاجة تاني. تقدري تعملي كل حاجة بنفسك في البيت، وحاجة نظيفة وحاجة امنة لاطفالك. ما انتيش ضامنة بيغسلوا الفول بينقعوه ازاي ولا بيعملوا ايه. الخضرة ما بيغسلوهاش، بيحطوها برملتها كده بالزلط. يعني انت كل حاجة عاملاها في البيت وحاجة نظيفة. خلاص، فبلاش تشتروا اي حاجة من بره، كل حاجة نقدر نعملها ان شاء الله في البيت. وادي هي الطعمية هي جهزت خلاص. ادي خلاص كده، خلاص انا ايه انا نقلي كده كل الكمية. اهم حاجة النار ما يكونش عالي عشان الطعمية بتاعتك ما تتحرقش منك. وخلي النار وسط، يعني ولا عالي قوي ولا وسط قوي، يعني في المعقول. خلاص انا خلصت كل الكمية هي. ادي عمل لي قد ايه كمية طعمية قد ايه. يعني 10 جنيه طعمية يا جماعة، عملوا كمية قد ايه. والطعمية كبيرة، يعني انا بشتريها من بره طعمية صغننة خالص خالص خالص. ادي الطعمية هي طعمها خطيرة والله العظيم، تحفة تحفة تحفة. وكفاية ان انا عاملاها في البيت وحاجة نظيفة، دي كفاية قوي. وكمان انا قلت ايه بقى افاجئهم كده كمان على السطح. قلت اعملهم احلى فطار. عملتهم كده طعميه كده، وقلت طبق بطاطس كبير. خلاص، وعملت كده طبق بتنجان، وعملنا الفول مع بعض. وحطيت كده بصل،
انا عملت الاكله ديت طعميا نقعتها والحاجات دي كلها من يوم الخميس، وهنطلع بقى على يوم الجمعه بقى نفطر كده قعده كده ايه على السطح كده، حاجه حلوه كده وحاجه جميله وكفايه النفسيه يا جماعه، والله العظيم جميله قوي قوي. جربوا كده، غيروا كده نفسيه كده، هتلاقي نفسكم كده مرتاحين نفسيا. ادي كده عملنا الفطار مع بعض اهو. عملت جبنه بطماطم فلاحي وجبنه بطماطم برضو اللي هي القديمه، وقليت بتنجان وبطاطس، وعملت فلفل، وادي كمان الجرجير بتاعنا. اي حاجة عندك اعمليها، حبيتي تعملي اي حاجة عندك، اي حاجة اعمليها. شوفي انت بتحبي ايه فطار، عايزة تحطي بقى جبنة رومي، جبنة لانشون، بس انا حبيت اعملهم فطار الشعبي اللي احنا متعودين عليه كل يوم. فده فطارنا كل يوم. وكمان بالذات كفاية ان انا ايه بقى نطلع ناكل فوق على السطح، اكننا قاعدين كده في الارياف. ماشي، وهنعمل كده بقى ايه بقى شاي برضو، وهنعمل مع بعض، وان شاء الله القعدة تبقى زي العسل. ادي كده طلعنا على السطح كده. شوفوا يا جماعة لما نقعد كده في النور كده، في نور ربنا، كفاية ان احنا كده قاعدين في نور ربنا كده وحاجة حلوة والله يا جماعة. ادي جبت الفطار اهوت على السطح اهو، كلنا طلعنا. وادي الصينية بتاعتنا اهي، وحطيت الاكل عليها. ايه رأيكم يا جماعة؟ وكمان بقى قلت ادلعهم بقى واعملوا ايه كوباية شاي حلوة كده. ولعت على الكنكة كده تحت، وقلت ايه على ما نفطر يكون غليت. تعالوا اتفضلوا معانا، والف هنا وشفا لكم يا حبايبي. ايه رأيكم يا جماعة؟ خلاص احنا كده فطرنا، وقلنا بقى ايه خلاص المية غليت كده، وقلنا نفطر ايه خلاص، وبعدين كده نشرب كوباية الشاي. فطار يعني كوباية شاي كده حلوة. خلاص انا كده بلقم كده الشاي بتاعنا. خلاص كده انا ملقم كده الكوبايات بتاعتي. انا بعت ابني كده يشوف المية غليت ولا لأ عشان يجيبها. وكده خلاص فطرنا وعملنا كمان كوباية الشاي. تعالوا اشربوا معانا الشاي يا جماعة. ايه رأيكم؟ احلى فطار ومش احلى فطار، واحلى قعده. والله العظيم فعلا نفسيه حلوه قوي. حماتي بتقول لي حاسين ان احنا قاعدين في الارياف والله العظيم. وكمان لما كمان بقى لما نولع الكانون بقى ونعمل محشي فوق، فعلا بتحسي ان انت قاعده في الارياف. كفايه النفسيه بقى يا جماعه، اقسم بالله تحفه. يلا لو عجبك بقى الفيديو بتاعي، لو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحلى كومنت كده منك، واحلى لايك، يا احلى اخوات في الدنيا. خلاص انا كده بصب الكوبايات بتاعت اهيت، عشان خلاص كلهم مستعجلين عايزين الشاي. خلاص فطروا من هنا عايزين الشاي. شفتوا بقى؟ تعالوا بقى اتفضلوا معانا. احلى كوبايه شاي كده منكم كده، اعملوها كده على السطح كده جميله يا جماعه، والله العظيم تحفه. حتى لو مفيش فطار ايه يعني، اطلعوا اقعدوا على السطح كده واعملوا كوبايه شاي. حبيت تعملي غدا، خدي الغدا فوق على السطح، يعني كفايه بس القعده كده فوق. انا بقى قلت ان شاء الله خلاص احنا فطرنا كده، هعملهم برضو احلى غدا. والنهارده بقى الجمعه، ان شاء الله هعملهم غدا حلو كده. وان شاء الله هننزل الفيديو لما نعمل الغدا ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه، سلام.